فيديو النهارده بقى هيكون تكملة للسلسلة اللي بدأناها بتاعت ملخص سلاحف النينجا 2012، ومعانا النهارده من الحلقة العاشرة للحلقة العشرين، فخليك معانا بقى لأن في أحداث كتيرة جامدة في الفترة دي. فلو وراك صلاة أو أي حاجة مهمة خلصها الأول وتعالى اتفرج على الفيديو، كده كده مش هيطير، ويلا بينا ندخل في الموضوع. إنهم سلاحف النينجا أبطال في صدفات ذكنا الأزرق هو ليوناردو يحارب بالسيف كل من يعترضه، أما دوناتيلو فهو بارع في الآلات، رافائيل جاد لا يحب المزاح، مايكل أنجلو ليس له مثيل، خفيف الظل ويحب الاسترخاء، المعلم سبلنتر أعطاه مهارات يحاربون بها كل العصابات. إنهم سلاحف النينجا أبطال في صدفات. الحلقة بتبدأ بحلم مرعب لسبلنتر بيشوف فيه شريدر بيهزم السلاحف واحد ورا التاني بطريقة مرعبة جدا، ويحاول يقتل ليو في النهاية. سبلنتر بيصحى مفزوع وبيفهم ان ده حلم، وبيفهم ان الحلم ده تحذير، فبيقرر يمنع السلاحف ان هم يطلعوا بره ويخليهم يتدربوا بقسوة عشان يبقوا اقوى، ويقول لهم بعد ما يتعبوا ان لو هو ما كانش شريدر محدش فيهم كان هيفضل عايش. بعد فترة كبيرة جدا من التدريب الشاق السلاحف بيتعبوا جدا، ولما بياخدوا راحة مايكي يبدأ يلعب معاهم، يقعد يحدف على اخواته وبلالين ميه. وفي نفس الوقت دوني بيشتغل على اختراع جديد، عربيه فيها 4 عربيات بتتفصل. على الناحيه التانية ابريل بتتنكر جوه الوكر بتاع البيربل دراجون وبتحط جهاز تصنت على خطه شريدر. لما بنسمع الخطه بنكتشف ان شريدر ناوي يهاجم بيت السلاحف في المجاري بماده كيميائيه خطيره، فبيسمح سبلنتر للسلاحف يطلعوا يحبطوا الخطه. السلاحف بيتتبعوا رجال شريدر ويقابلوا دوج باوند اللي هو النسخه المتحوله الاقوى من كريس برادفورد لانه اتحول في الحلقه اللي فاتت، ويضطروا يهربوا منه. ابريل بتتجسس وبتعرف ان الخطه هي ضخ ماده اسمها كلوروسولفونيك اسيد في المجاري واللي ممكن تحرق بيتهم بالكامل في الثواني، لكن دوج باوند بيكتشفها وبيخطفها. السلاحف بيفترقوا لانقاذها وان هم يحاولوا يمنعوا الخطه. دوني وراف بينقذوا ابريل، وليو ومايكي بيحاولوا يوقفوا التانك اللي فيه الماده. مايكي بيرمي بالونه ميه على التانك ويتثبت في انفجاره قبل ما يوصل للمجاري وينقذوا سبلنتر والمخبأ بالكامل. في الاخر شريدر بيغضب من دوج باوند ويعاقبه ويعتذر، وسبلنتر يعتذر لاولاده لانه خلاهم يخافوا من المواجهه اكتر من اللازم، وبيكافئهم ان مفيش تدريب النهارده. وبتنتهي الحلقه على كده. الحلقه اللي بعدها بتبدا بتدريب عادي للسلاحف، لكن ليو وراف بيتخانقوا كعادتهم، فسبلنتر بيقرر يخليهم يلعبوا 2 ضد 2، دوني ومايكي ضد ليوناردو ورافائيل. المهم بيقبلوا التحدي ودوني ومايكي طبعا بيتهزموا بسهوله. في نفس الوقت دوج باوند بيبلغ شريدر ان العصابه رفعت نسبته ل 80%، وشريدر بيكون عاجبه التحول اللي حصل لدوج باوند، لكن بيأكد ان الهدف الاساسي هو انه يلاقوا سبلنتر. دوج باوند بيتريق على زفر اللي بقى سمكه زي ما قلنا وبقى زفر بجد، وشريدر بيؤمر دوج باوند انه يكثف بحثه عن سبلنتر والا هيعاقبه تاني. في المخبأ ليو وراف بيسخروا من دوني ومايكي وبيقولوا عليهم ان هم الفريق البديل، وابريل بتتدخل وبتقول ان البيربل دراجون سرقوا التليفون بتاعها فعايزين يخرجوا يرجعوه، لكن سبلنتر بينبههم ان ده خطر وهم بيخرجوا رغم التحذير بتاعه. السلاحف بيهجموا على وكر العصابة وبيفوزوا بسرعة، وبس بيظهر جيش من الروبوتات الصغيرة اللي هي الموسرز يسرقوا التليفونات، وفونج بيهرب بالموبايل بتاع ابريل، وليوناردو بيأمر الفريق البديل ان هم يطردوه. ليو وراف بيكتشفوا ان اللي اخترع الموسرز دول هو باكستر ستوكمان، بيهاجمهم بضباب احمر بيخلي الروبوتات تهاجمهم فبيضطروا يهربوا. في نفس الوقت دوني ومايكي بيتبعوا فونج لحد مصنع قديم فيه دوج باون، وبيقرروا يتسللوا ياخدوا منه الموبايل بهدوء. ليو وراف بيحاولوا يتخلصوا من الموسرز بس مش قادرين، فبيفكروا يكلموا دوني، لكن لما بيكلموه دوني ومايكي بينكروا ان هم عندهم مشكله. فونج بيجيب ستوكمان لدوج باوند ويطلب منه يفتح موبايل افريل عشان يعرفوا مكان المخبأ. دوني ومايكي بيحاولوا يسرقوا الموبايل في الضلمه، لكن دوج باوند بيقبض عليهم ويربطهم وستوكمان يبدا يفتح الموبايل. ليو وراف بينفذوا خطه ذكيه جدا باستخدام الكهرباء والميه، وبيضربوا شحنه كهربائيه تخلصهم من الموسرز مؤقتا ويروحوا ينقذوا اخواتهم في اخر لحظه، والموسرز بيقتحموا المكان. دوني بيكتشف ان الموسرز بيتتبعوا الرذاذ الاحمر المشع اللي اترش عليهم، فيضرب علبه الرذاذ دي في ستوكمان ودوج باوند، والموسرز يهجموا عليهم. دوج باوند بيهرب وياخد ستوكمان معاه. في الاخر لما بيرجعوا سبلنتر بينبههم ان اختيار المعارك الغلط بيخلق ازمات ملهاش لازمه. دوني بيهدي ابريل بتليفون جديد بس مايكي بيفجره بالغلط. شريدر بيعاقب ستوكمان لكن بيقرر يخليه يعيش مقابل خدماته. تنتهي الحلقه على كده. الحلقه اللي بعدها بتبدا بمطارده بين الكرانج وكائن ضخم
ضخم مربوط بأسلاك بيهرب بعد معركة قوية جدا. بعدها السلاحف بيشوفوا خبر في التلفزيون عن هجوم في المجاري، وان في وحش شغال في المجاري عمال يدمر الناس كلها. فالسلاحف بيقرروا يلاحقوا الكائن ده. الكائن بيحارب الكرانج لكن بيتغلبوا عليه وبيفقد وعيه. مايكي بيقرر ان هو ينقذه وياخده للمقر. الكائن ده كان زي تمساح متحول، فمايكي بيسميه ليذر هيد. بيصحى ويهاجمهم لكن سبلنتر بيهديه ويطلب من مايكي صاحبه عشان يعرف معلومات عن الكرانج. ليذر هيد في الاول بيكون عدواني لكن مايكي بيكسب ثقته بالاكل والكلام الكويس. في الوقت ده باقي الفريق بيلاقي خلية الطاقة متخبية وسط فخاخ ويرجعوا بيها، لكن ليذر هيد بيفقد اعصابه لما بيشوفه ويهجم تاني. سبلنتر بيتدخل ويغلبه بصعوبة وليذر هيد يهرب ومعاه الخلية. مايكي بيدور عليه ويلاقيه في قطر قديم. ليذر هيد بيحكي له بقى عن ماضيه المأساوي مع الكرانج وان هو سرق الخلية دي علشان يمنعهم من دخول الارض. فجأة الكرانج بيهجموا عليهم وليذر هيد بيثق في مايكي ويديله خلية الطاقة، وبتحصل مواجهة وبمساعدة ليذر هيد السلاحف بيقدروا ينقذوا الموقف وياخدوا خلية الطاقة يشغلوا بيها القطر القديم ده، وفي الاخر يعرفوا يهربوا. وليذر هيد بيقضي على بقية الكرانج اللي لسه عايشين تحت، وبتنتهي الحلقة على كده. الحلقة اللي بعدها بتبدأ بالعالم فيكتور فالكو اللي بيحاول يرجع يصنع مادة كيميائية عشان يتحكم بالعقل بيها، وبينجح لكن بيحصل حريق في المعمل بسبب الفيران وبيتصاب، لكنه بيقدر ينجو وبيكتسب قوة جديدة بان هو يقدر يتحكم في الفئران. ومن هنا بيبدأ يطلق على نفسه اسم ذا رات كينج ويخطط للسيطرة على المدينة من خلال الفئران. في الوقت ده السلاحف بيتدربوا مع سبلنتر ويفتكروا ان هم مش محتاجين تدريب منه، وده بيزعله، وده طبعا عشان هزموه في التمرين. وبعدين الفئران بتغزو المدينة وسبلنتر بيبدأ يسمع صوت رات كينج جواه. كان عامل دور عظيم جدا الفنان جاد ابو العينين في المشهد ده، يعني حاسس ان يعني ايه محتاج ياخد حق اكتر من كده. وطبعا سبلنتر عشان فار وهو رات كينج بيتحكم في دماغ الفئران كلها، فطبعا بدأ يخش في دماغه. المهم سبلنتر بيفقد وعيه والسلاحف يروحوا ينقذوا ابريل من هجوم الفئران ويبدأوا يشكوا ان في حد بيتحكم فيهم. سبلنتر بيفضل نايم لكن رات كينج بيسيطر على عقله بالكامل ويخليه يهاجم ابريل، لكن قبل ما يقتلها بينسحب بأمر من رات كينج. السلاحف بيروحوا المقر ويتفاجئوا ان سبلنتر هناك ومتحكم فيه. السلاحف يحاولوا يوقفوه لكن بيتغلبوا بسهولة، وده بيوضح ليهم ان سبلنتر كل ده كان بيتساهل معاهم اساسا وبيعملهم على قد عقلهم. في لحظة بقى مهمة جدا ليوناردو بيحاول يفكر سبلنتر بأصله البشري ويحط له صورة ليه قديمة مع تانج تشين وميوا اللي هي بنته، ويحاول يفكروا ان هو هاماتو يوشي ويفكروا ان هو ابوه، وده بيفوق سبلنتر من تحت سيطرة رات كينج ويقول له انه مكانه وهو في وسط اولاده وبيهزمه في ثواني. الفئران بتسحب رات كينج وتاخده بعيد، وفي النهاية ليوناردو بيقول لسبلنتر انه ممكن في يوم يتفوق عليه، لكن سبلنتر بيرد عليه بحركة قتالية وبيقول له علمتك كل اللي انت عارفه مش كل اللي انا عارفه. وبتنتهي الحلقة على كده. الحلقة اللي بعدها بتبدأ بالسلاحف وهم بيطاردوا سنيك ويد واللي بيهاجم المدينة، لكن راف وليو بيختلفوا على الخطة، وده اللي بيسمح لسنيك ان هو يهرب. ليو بيتضايق من تصرفات رافائيل وبيقرر ان هو يخليه هو القائد بدل منه. اثناء ما ليو بيفكر لوحده بيتعرض لهجوم من جنود فوت كلان ويظهر شخصية جديدة كاراي وبتقدر تهزمه بسرعة بس بتسيبه يعيش وتختفي. في المخبأ دوني بيحاول يحدد مكان سنيك ويد وسبلنتر بيعاتب ليو لانه ساب القيادة ويقول له انها القيادة مش على مين يشكره لكنها مسؤولية كبيرة. ليو بيرجع يقابل كاراي تاني ويبداوا يتقاتلوا، لكن في الاخر بتقوله ان هو يجي يتقابلوا عند سطح مبنى الساعة 12 بالليل علشان في حاجة مهمة هناك. ليو بيروح يستشير ابريل لكن لما يعرفها ان كراي من عصابة الفوت بتضربه وبتنصحه ان هو ما يروحش، لكن بيروح برضه. في نفس الوقت كراي بتقابل شريدر ونعرف ان هي بنته وهو بيهددها تقتل ليوناردو لو شافته تاني. راف والبقية بيحاولوا يوصلوا لمكان سنيك ويد وبيكتشفوا انه بيستخدم الناس كأسمدة لنباته، لكن لما بيتهاجموا رافائيل يبدأ ينهار ويبدأ يدرك صعوبة القيادة وياخدوا مايكل مصاب ويرجعوا للمخبأ. سنيك ويد في الخفاء بيعلق متتبعات على ظهره. والساعة 12 ليو بيقابل كراي فوق المبنى وبتطلب منه ان هو يسرق سيف ياباني اثري، لكنه بيرفض ويقول ان هو شايف فيها جانب طيب. فجأة رافائيل بيظهر لكن سنيك ويد بيوصل هو كمان ويهاجمهم. ليو بيطلب مساعدة كراي لكنها بترميله السلاح بتاعها وتختفي. ليو بيستخدم السلاح هو رافائيل لهزيمة سنيك ويد وبيجمدوه ويكسروا جسمه بس القلب بتاعه بيفضل شغال.
في المخبأ السلاحف بيصحوا مايكي وليو وراف بيتكلموا لوحدهم عن حوار البنت الغريبة دي، ونعرف ان ليوناردو احتفظ بالسكين اللي هي اديتهوله كانت سكار. وبتنتهي الحلقة على كده. وطبعا دي كانت مهمة شوية عشان شفنا فيها بنت شريدر لأول مرة. بتبدأ الحلقة اللي بعدها بكراي وجنود الفوت وهم بينتقلوا بين اسطح المباني في محاولة لرصد السلاحف، وفعلا بيلاقوهم بيقتلوا مجموعة من الكرانج. المهم بعدها في مقر الفوت باكستر ستوكمان بيحاول يجهز بدلة تخلي اكزيفير يقدر يعيش ويتحرك على الارض، والتجربة بتفشل. ودوج باوند بيضحك على الموقف، بس شريدر بيهدد ستوكمان بقطع رجليه لو مصلحش البدلة. قال له يعني من الاخر ان انت لو ما عرفتش تصلح الموضوع هتبقى زيه. كراي بترجع وبتحكي لشريدر عن اللي حصل وموضوع الكرانج، لكنه بيرفض ان هو يهتم، وبيأكد ان المشكلة الكبيرة دلوقتي هو الانتقام من هامته يوشي وبس. في المخبأ راف بيواجه ليو ويقول له ان كراي ما تتصدق، بس ليو بيكابر وبيتخانقوا. لما سبلينتر بيدخل بيكذبوا عليه ويقولوا ان مفيش حاجة. وفي نفس الوقت ابريل بتحكي لدوني ومايكي عن مشروع الحمض النووي اللي عندها في المدرسة، يعني عايزين ياخدوا منها الحمض النووي وايه يكشفوا عن اجدادها وحاجات زي. ليو بيروح يقابل كراي ويحاول يقنعها تبعد عن الكرانج، وبيأكد لها انه لسه شايف انها طيبة، لكن كراي بتستهزأ بيه وبيتقاتلوا. بس قبل ما تسيبه بتحذره انه لو حاول يأذي الفوت هتبقى ضده تماما. اليوم اللي بعده ابريل بتكتشف ان في واحدة مدرسة هناك هي طلعت في الاخر روبوت كرانج وبتهاجمها. ابريل بتهرب وتبعت رسالة للسلاحف ان هم يوصلوا، وبيوصلوا فعلا ويقتلوا الروبوت، ويكتشفوا ان الكرانج بيستخدموا مشروع الحمض النووي ده لاغراض مش تمام. وبالليل السلاحف بيقتحموا المبنى وكراي بتذبحهم جوه. بيتقاتل راف وكراي وليو بيحاول يهدي الموقف، لكن عن طريق الغلط بيشغل زرار اللي بيستدعي الكرانج. في وسط الفوضى دي كراي بتدمج الحمض النووي كله اللي كان في المكان، وده اللي بيعمل وحش مرعب كده من الميوتاجين والعك ده كله. وفي الاخر كراي تاخد جسم من اجسام بتاعه الكرانج وتخلع بيهم. ليو بيقاتل الوحش لوحده وبينجح في ان هو يهزمه ويفجره، بس المبنى بينهار. وفي اخر الحلقه ليوناردو بيعترف لاخواته والمعلم ان هو فعلا غلط، ان هو وثق في كراي. وبتنتهي الحلقه على كده. الحلقه اللي بعدها بنشوف دوناتيلو بعد ما خبى خليه الطاقه بتاعه ليزر هيد واستعملها عربيه القطر القديمه بتاعه ليزر هيد برضه، واللي بيحولها لمركبه جديده للسلاحف واللي هي الشيل ريزر. كانت يعني عربيه جامده جدا. وخلال اول تجربه ليهم للسواقه بيقابلوا فان غريب جدا للسلاحف اسمه ذا بولفرايزر، بيحاول يكون بطل لكنه فاشل تماما. بولفرايزر بيتسحب معاهم للمخبأ ويبدا دوني يعلمه شويه حركات، لكن سبلينتر بيحذره من تدريب شخص غير مستعد. في الوقت ده باقي الفريق بيواجهوا فيش فيس اللي هو زفر، وراف بيتصاب بعضه من زفر، وده اللي بيخلي دوني يضطر يجي من المخبأ مخصوص ويجهز الترياق. فبيضطر ان هو يخلي بولفرايزر يسوق، لكن في الاخر مش بيعرف يسوق، لكن بالعافيه بعد ما بيوصلوا ينقذوا رافائيل. لكن في المقابل خليه الطاقه بتتكشف للكرانج ويجوا يهاجموهم. اثناء المواجهه بولفرايزر بيفشل في ان هو يرجع الخليه، ودوني بيضحي بيها علشان ينقذه. في النهايه دوني بيقرر ما يدربوش تاني، والفريق يسحب الشير ريزر يدويا للمخبأ بعد ما فقدوا خليه الطاقه. حلقه بصراحه هي الاضعف في المسلسل لحد دلوقتي. ونخش على الحلقه اللي بعدها. الحلقه بتبدا بالسلاحف بيطاردوا 2 من الكرانج وهم في هليكوبتر علشان يحاولوا ياخدوا منهم خليه الطاقه اللي سرقوها المره اللي فاتت. دوني بيكون قادر ان هو يتبع مكان خليه الطاقه باستخدام التليفون بتاعه، لكن للاسف التليفون بيتكسر في المطارده والكرانج بيهربوا معاهم الخليه. وبعدها على طول الكرانج بيرجعوا لقاعدتهم ويبداوا يجهزوا علشان يشغلوا الخليه دي ويعيدوا تشغيل البوابه البعديه بتاعتهم. ليو بيقترح انهم يرجعوا يكلموا ليزر هيد عشان يعرفوا اكتر عن خليه الطاقه، بس دوني بيعترض وبيقول ان ليزر هيد هيحاول يهاجمه تاني، لكنه بيوافق في الاخر لما يفتكر ان مصير العالم كله او الارض يعني ممكن يكون متعلق بالموضوع ده. بيروحوا بعد كده لمكان ليزر هيد الجديد في المجاري، ومايكي يحاول يصحيه بهدوء، بس التمساح بيتعصب ويمسك في دوني من دماغه برضه ويكون مرعوب جدا، ودوني بيترعب جدا. بس ليزر هيد يفوق بسرعه ويفتكر ان السلاحف دول اصحابه وتابعه يعني، فبيهدي شويه. وليو يقول له ان هم ضيعوا خليه الطاقه. ليزر هيد بعدها بيتعصب جدا، بس يقول لهم الحاجه الوحيده اللي يقدر يفيدهم بيها هي رمز شافه قبل كده، وبيحاول يرسمه ليهم كده. لما بيرجعوا للمخبأ دوني بيحاول يفك شفره الرمز، لكن بيكون مش قادر. إنه مألوف جدا. الأولمبياد؟ لا، الأولمبياد الأولمبياد توقف. الأولمبياد للمرة الألف. سبلينتر بيقول له يهدى وياخد نفس عميق، واول ما بيعمل كده بيجيله فكره ويقول لاخواته يجهزوا عشان يطلعوا على السطح. وهناك بيقول لهم ان ده شعار مركز TCRI في بروكلين،
ابريل بتيجي وتوريهم مخططات المبنى وتقول ان دول اول دورين مكتب عاديين، لكن الجزء اللي فوق فاضي ومفيهوش اي نشاط بشري، فبيخططوا ان ابريل تدخل وهي متنكره على انها عملت توصيل ومعاها صندوق ضخم. بمجرد ما الباب بيقفل الست اللي في الاستقبال تمسك ابريل وتقول لها ان TCRI مقفول دلوقتي، وفجاه الكرانج بيحاوطوا ابريل بس هي بتصورهم بكاميرا فيها فلاش وتقدر تهرب. الكرانج بيفتكروا ان السلاحف جوه الصندوق فبيوجهوا اسلحتهم ليه، لكن بيطلع فجاه ليزر هيد من جوه الصندوق ويخش يدشمل الكرانج كلهم. في الوقت ده السلاحف بيتسلقوا عمود الاسانسير عشان يطلعوا فوق ويقابلوا مقاومه شرسه جدا من الكرانج على الطريق، وفي الاخر بيتعرضوا لغاز سام ويغمى عليهم. ولما بيفوقوا ويلاقوا نفسهم محبوسين جوه خزان مليان اكسجين في اوضه ضخمه جدا فيها البوابه، والكرانج حوالين المكان والهواء بره الخزان كله سام جدا. ودوني بيستنتج ان ده نوع من الهواء اللي موجود في البعد اكس، واخواته مش فاهمين ليه الكرانج عايزين يحتلوا الكوكب اصلا وهم مش قادرين يعيشوا عليه. لكن مايكي يفاجئهم بالاجابه ان الكرانج بيحاولوا يحولوا الارض لمكان يقدروا يعيشوا فيه، حتى لا لو هيقضي على كل الكائنات الحيه اللي فيه. السلاحف بيكسروا الخزان باستخدام صدفه مايكي وبيضطروا يحبسوا نفسهم وهم بيقاتلوا الكرانج في نفس الوقت. بيفتحوا شباك كبير جدا عشان يطلعوا الغاز بره، وليذر هيد بيكون عامل تشتيت كويس جدا ليهم. بيحاولوا ياخدوا خليه الطاقه من غير ما الكرانج ياخدوا بالهم، لكن في حمايه قويه جدا عليها من الكرانج. في الوقت ده البوابه بتشتغل بشكل كامل، وفجاه بيظهر منها وحش ضخم اسمه تراك جاي من دايمنشن اكس. السلاحف مش قادرين يواجهوه، لكن ليذر هيد بيظهر فجاه ويمسكه من رجليه ويرميه في البوابه في محاوله لتدميره والبوابه مع بعض. بس الوحش لسه ما اتغلبش والبوابه لسه شغاله. بعدها حاجه تانية بتبدا تطلع من البوابه، فليذر هيد بيقول انه لازم يوقف اللي جاي ده ويدخل هو كمان معاهم ويختفي هو وتراك جوه البوابه. قبل ما السلاحف يقدروا يقفلوا البوابه الكرانج بيهجموا عليهم تاني، فبيهربوا باستخدام الخطافات بتاعتهم. لما بيرجعوا للمخبأ ليو بيقول ان هم فشلوا في مهمتهم وان ليزر هيد اختفى، وده هيأثر على مايكي جدا. بس دوني بيقول انه يقدر يلاقي معلومات مهمه عن جهاز تخزين كان مايكي اخده من TCRI. في اخر مشهد سبلنتر وابريل بيتكلموا عن سبب اهتمام الكرانج بابوها، ويقولوا ان كل اللي بيعمله ده انه بيدرس فئران في متاهات. لكن دوني بيكتشف حاجه صادمه جدا في الجهاز ده، ان الكرانج مش عايزين ابوها، الكرانج عايزين ابريل نفسها. وبتنتهي الحلقه على كده. الحلقه بتبدا بالسلاحف قاعدين بياكلوا، فجاه صرصار بيظهر على الترابيزه. راف بيخاف منه وبيبقى عايز يموته، بس دوني يوقفه ويقول له ان ده صرصار تجسس ومركب فيه كاميرا علشان يراقب الكرانج. الصرصار بيتجسس فعلا ويسمعوا ان الكرانج ناويين يخططوا ويحفروا حفره عميقه جدا في الارض باستخدام عدسه معينه. لكن قبل ما يسمعوا تفاصيل اكتر الصرصار بيقع في الميوتوجين وبيتحول لوحش عملاق جدا نصه روبوت بيهاجم السلاحف ويركز على راف علشان يحاول يقتله في الاول. الصرصار بيظهر تاني والسلاحف بتضرب الكرانج ويهاجم السلاحف تاني، وفي الاخر عربيه تانك بتخبطه والسلاحف يفتكروا انه مات لكن بيطلع عايش. الصرصار بيدخل الشير ريزر والسلاحف بيحاولوا يوقفوه. راف بيضطر يواجهه لوحده ويستخدم سلاح الكرانج ويفجره، ده بعد طبعا ما الصرصار اتحول في النص كده وبقى شكله مقزز اكتر. لكن في الاخر رافائيل بيوقف الخطه بتاعه الكرانج ويموت الصرصار، بس بيطلع في اخر لحظه ان هو ما ماتش، على انه ممكن يرجع قدام يعني. وفي الاخر بيروحوا المخبأ مبسوطين بان هم عرفوا يهزموا الكرانج، وكمان رافائيل اتغلب على مخاوفه. يعني حلقه مش مهمه قوي في الاحداث. الحلقه اللي بعدها بتبدا بقى بالسلاحف والفوت كلان الاتنين بيراقبوا جهاز خطير جدا مع الكرانج، وهم خارجين من المخزن دوناتيلو بيشرح للسلاحف بطريقه معقده ان الجهاز ده ممكن يخلي حاجات كتيره جدا تنفجر. في نفس الوقت باكستر ستوكمان ودوج باوند وفيش فيس واقفين على سطح تاني. باكستر بيقول ان هو القائد دلوقتي، بس دوج باوند وفيش فيس بيهددوه، فيبدا ستوكمان بينه وبين نفسه كده يخطط الانتقام في سره. وبعدها السلاحف والفوت بينطوا من فوق المباني. في نفس اللحظه راف بيخش في خناقه مع فيش فيس، والباقي بيتقاتلوا مع دوج باوند. ومايكي كان هيتصاب من الجهاز بس دوني بينقذه، والجهاز يخبط في عربيه تخفيها تماما. الفايت بيكمل والكرانج بيهربوا بالجهاز، ودوج باوند وفيش فيس بيهربوا في اتجاهين مختلفين. السلاحف كمان بينسحبوا وباكستر واقف لوحده فوق السطح. في المخبأ سبلنتر بيدرب السلاحف على الاحساس بنوايا الخصم ويجرب يضربهم بخشبه صلبه وهم مش شايفين، وليو الوحيد هو اللي بيعرف يتفاداها. وراف بيقول ان هو كده عارف نيه خصمه وما كانش مقتنع بالموضوع ده، بس سبلنتر بيختلف معاه. في مقر الفوت دوج باوند بيقول ان باكستر هو السبب في فشلهم في ان هم ياخدوا الجهاز، فباكستر يقول له ان هو عنده خطه ان هو يصطاد السلاحف بمساعده دوج باوند وفيش فيس ويعتذر لشريدر على اللي حصل، وشريدر بيوافق بالخطه دي. بالليل السلاحف بيشوفوا دوج باوند وفيش فيس واقفين في الشارع، وليو بيطلب ان هم يكونوا حذرين بس الباقي بيندفعوا، فليو بيروح وراهم. بعد ما هزموهم بيلاقوهم جوه المبنى، وفجاه بيتحبسوا جوه المتاهه بتاعه ستوك. وليوناردو ما كانش مستريح في الاول لان هو كان شايف ان في فخ في الموضوع،
وان هم كانوا سهلين قوي بشكل مريب. المهم باكستر بيبدا يرمي صواريخ على السلاحف وحتى على فيش فيس ودوج باوند نفسهم اللي بيكتشف ان هو خاين وكان كمان مخطط عليهم كلهم. ليو بينقذ دوج باوند وراف بينقذ فيش فيس. بعدها بيلاقوا نفسهم قدام كرات معدن بترمي ليزر بس بيبعدوا منها. بيتقسموا مجموعتين بسبب حيطه حديد. دوني بيحاول يحدد مكان باكستر عن طريق طاقه معينه. مايكي يسال باكستر ليه بقى شرير وباكستر يبدا يحكي عن نفسه، ده يعني نوع من انواع التشتيت. راف الناحيه التانيه بقى يسال فيش فيس اللي هو زيفر طبعا ان هو ليه مع شريدر، وزيفر يحكي عن ماضيه وان هو اتربى على فكره انه لو عايز حاجه ياخدها وان هو كان لسه شاطر جدا وخطير، بس في مره اتحبس ومين بقى اللي طلعه؟ شريدر. ومن ساعتها بقى عنده ولاء لشريدر وبقى طبعا شغال معاه، وهو طبعا زعيم فرع الفوت في البرازيل. دوج باوند بيكسر الحيطه ويسمعوا راف وفيش فيس يجتمعوا تاني. دوني يحدد مكان باكستر بس الارض بتنهار ويلاقوا نفسهم قدام وحش ضخم جدا من صنع باكستر. وفي نفس الوقت ابريل كانت بتتدرب مع سبلنتر وبتطلب سلاح ليها. سبلنتر بيديها كام سلاح تجربه بس ولا واحد بينفع لحد ما بيديها المروحه المعدنيه اللي كان عاملها زمان واللي هو كان ناوي يديها لبنته اللي هي ميوا، وانه شايف ان ابريل تستحقها. السلاحف بيقدروا يهربوا من المتاهه بعد ما بيواجهوا الوحش، وكل فريق بيعلن ان الهدنه خلصت لكنهم مرهقين ومش قادرين يضربوا بعض فعلا، ويقولوا بقى انهم يضربوا بعض بعدين. راف وفيش فيس بيبان انهم اتعاونوا كويس بس راف بيقول اول ما هيلاقيه هيموته. فيش فيس بيرمي الكره ليزر على ليو وراف يصدها بسلاحه، يعني ده بيبين لك ان هو اتعلم الدرس بتاع سبلنتر اللي كان في اول الحلقه. زيفر بيبتسم من اللي شافه والسلاحف يمشوا بعدها وبتنتهي الحلقه على كده. الحلقه اللي بعدها والاخيره في فيديو النهارده السلاحف بيراقبوا مبنى TCRI مستنيين سفينه معينه المفروض تطلع من البوابه حسب حسابات دوني. فجاه كراي بتظهر وبتحاول تاخد معلومات من ليو عن خطط الكرانج الجديده بس هو بيرفض يرد عليها عشان لسه يعني متضايق من اللي حصل ساعه ما قلبت عليهم من فتره. لكن راف بالغلط بيقول لها الخطه كلها وفجاه سفينه ضخمه للكرانج بتخرج من المبنى وتشوفهم وتبدا تضرب عليهم باشعه ليزر. كراي بتنجح انها تهرب لكن السلاحف بيتبهدلوا وليو بصعوبه يشتت الكرانج عشان يهرب هو واخواته المجاري من فتحه في الشارع. بعد كده السفينه بتختفي. في مقر الفوت في نيويورك كراي بتحذر شريدر من خطر الكرانج بس بعد لحظه تردد وبسبب تركيزه على عداوته مع سبلنتر بيقول لها انهم هيكملوا الخطه زي ما هي وان تاني يوم هيجي لهم شحنه سلاح ضخمه في المينا ممكن يستخدموها ضد الكرانج. كراي بتحاول تفهمه تاني لكنه بيتعصب وبيزعق لها ويقول ان هي لازم تسمع كلامه وبس وهي بتوافق لكن واضح انها متضايقه منه. رجعنا للمخبأ والسلاحف بيتكلموا ازاي يواجهوا سفينه الكرانج. راف بعدها بيهزر ويقول ان احنا ممكن نطير في السماء ونخبط فيها بس ليو بيرفض طبعا. بس دوني بيفكر في الموضوع ويركبوا اجهزه رادار فوق شويه مباني علشان يحددوا مكان السفينه اللي مش باينه. كلهم بيوافقوا ويطلعوا ينفذوا الخطه. بعد ما ليو بيخلص تركيب جهاز التتبع بيتصل بدوني ويقول له انه راجع لكن كراي بتظهر تاني وبتحاول تتكلم معاه وتقول انها عايزه تتحالف مع السلاحف عشان يقفوا قدام الكرانج بس ليو بيرفض ويقول لها اسباب ان هو ليه مش واثق فيها. وهي بتقول له ان لو الكرانج احتلوا الارض مش هيبقى في كوكب يعيشوا فيه ولا حتى شريدر وان شريدر نفسه مش همه الكلام ده وده اللي مضايقها. بتقول له كمان ان هم لازم ينسوا العداوه ويركزوا على التهديد الاكبر. ليو بيفتكر انها باعتهم اخر مره اتعاملوا وبيبقى مش موافق برضه ويسيبها ويمشي وبتتضايق جدا بعدها. بيرجع ليو للمخبأ وبيسال سبلنتر وابريل واخواته انه يثق في كراي في الموقف اللي زي ده ولا لا. سبلنتر بيقول ان ممكن يكون نيتها كويسه بس برضه بيحذروا. وفي نفس الليله هم في العربيه بتاعتهم بيلاقوا السفينه بتاعت الكرانج لكن مايكي بيتوههم في النص والسفينه بتهاجمهم. كراي بتيجي بموتوسيكل وتنط على السفينه وتحاول تكسرها بس مفيش فايده والسفينه بتطير بيها وليو بينقذها ويهربوا من السفينه. بعدها بيتكلموا بيسمعوا منها وهي بتعرض عليهم انها تديهم قاذفه صواريخ من ترسانه شريدر ممكن يستخدموها ضد السفينه. وليو بيحذرها ان هي كده ممكن تتورط مع شريدر بس بتقول انها مستعده تضحي عشان تنقذ الموقف عكس شريدر اللي مش فارق معاه. ليو بيوافق بس بشرط الهدنه المؤقته وكراي هي اللي تجيب السلاح. والسلاحف لما بيرجعوا بيفكروا في الموضوع شويه انهم بعد ما ياخدوا الRPG دي يعملوا بيها ايه وبيجي في دماغهم فكره ان هم يضربوا بيها شريدر ويموتوه. بس ليوناردو ما بيكونش موافق في الاول عشان ما تبقاش خيانه للهدنه بس رافائيل اللي بيقنعه. في المينا شريدر وكراي بيستقبلوا الراجل الروسي اللي المفروض اللي هيتفق مع شريدر وطبعا عنده عين وعين وهم مشغولين. كراي بتروح تاخد البتاعه بتاعه الصواريخ لكنها بتشوف مايكي بيجهز يرمي قنبله على شريدر فبتنقذ شريدر والقنبله بتنزل على
على بتوع الفوت. وبعدها كراي بتضرب السلاحف بالصاروخ، بس السلاحف بيعرفوا يفلتوا، لكن بيتزنقوا بين شريدر من ناحيه وسفينه الكرنج من الناحيه التانيه، والسلاحف بيجروا وسط الحاويات وشريدر بيطاردهم ويحاصرهم، وبيحاول ياخد من ليوناردو اعتراف عن مكان سبلنتر، وبيوعده ان هو هيخليه يفضل عايش لحد ما يشوفه بيموت، لكن بيضطر يهرب بسبب انفجار السفينه، وليو بيحبسه جوه الصندوق، لكن شريدر بيخرج ويكسر الباب بايده عادي جدا. ليو بيوصل لقاذفات الصواريخ، لكن كراي بتوقفه وتبقى متضايقه منه جدا ان هو يعني ايه خان الاتفاق، وان هو كده زي شريدر، وتقول له ان شريدر هو ابوها اصلا، وليو بيتصدم جدا من المعلومه دي. كراي بتهاجم ليوناردو وتقول له ان الهدنه انتهت. في نفس الوقت راف ودوني ومايكي بيحاربوا شريدر اللي لسه اقوى منهم، لكن بيدافعوا كويس. السفينه بترجع وكراي بتستخبى، لما بتطلع تاني بتلاقي ليو خد الصاروخ وهاجم السفينه وضربها فبتقع في البحر، وكراي بتجري تنط في البحر عشان تنقذ ابوها. وليو بيشوف المشهد من فوق، سلاحف بيهربوا على سطح المبنى وبيتكلموا على ان كراي بنت شريدر وان غالبا عمرها ما هتكون في صفهم. وفي الاخر كراي بتنقذ شريدر من الغرق، ولما بيصحى بيقول لها انه قبض على واحد من الكرانج، ويقول لها خدي انت كده كده كنت عايزه حيوان اليف. تنتهي الحلقه على كده بان شريدر معاه واحد من الكرانج، وهنشوف بقى هيتعامل معاه ازاي، ولا هيتواصل معاهم، ولا ايه اللي هيحصل في الفيديو الجاي ان شاء الله. فبس ده الفيديو كده، وده كان معانا ملخص من الحلقه ال10 للحلقه ال20 من المسلسل. قولي رايك في الفيديو، عجبك ولا لا؟ ان شاء الله الحلقات الجايه هتكون قويه جدا. وايه بس، سلام. إنهم سلاحف النينجا أبطال في صدفات زرفا. ذو القناع الأزرق هو ليوناردو يحارب بالسيف كل من يعترضه. أما دوناتيلو فهو بارع في الآلات. رافائيل جاد لا يحب المزاح. مايكل أنجلو ليس له مثيل، خفيف الظل ويحب الاسترخاء. المعلم سبلنتر أعطاه مهارات يحاربون بها كل العصابات. إنهم سلاحف النينجا أبطال في صدفات زرفا.